السلام عليكم، معكم كل دبل واي جيمنج. النهارده يا شباب هنلعب لعبه جميله جدا، ولعبه المارد الازرق. طبعا يا جماعه المارد الازرق ده اتشهر كتير وبيعرف ممثلين كتير عن طريق الاسئله اللي هو بيجيبها لك. فقبل ما نبتدي الفيديو متنسوش باللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا يا جماعه انا النهارده جايب شويه ممثلين وفنانين ويوتيوبرز هنعرفهم النهارده، فيلا بينا نبتدي. اول ممثل معانا وانا بحبه جدا يا جماعه من عشاق وكاتبه رقم واحد كده، وهو ماجد الكدواني. بحبه جدا يا جماعه، بحب في تمثيله ونفسي يكون شايف الفيديو ده، وطبعا نفسي كل الممثلين والفنانين واليوتيوبرز يكونوا شايفين الفيديو ده. ف يلا بينا نبتدي. بسم الله. هل الشخصيه معروفه بعائلتك؟ لا. نفسي يا جماعه بصراحه. هل الشخصيه متزوجه؟ ايوه. هل شاركت الشخصيه بمسلسلات مصريه؟ طبعا. هل تحترف الشخصيه بالغناء؟ لا ما اعتقدش، هو ما غناش يا جماعه قبل كده. لا لا. هل الشخصيه امراه؟ لا طبعا. هل الشخصيه اكبر من 50 عام؟ هل ماجد الكدواني يا جماعه اكبر من 50 عام؟ طيب ماجد الكدواني يا جماعه، ماجد الكدواني مواليد 10 ديسمبر 1967، يعني يا جماعة اقوله دي كده دلوقتي داخل في 60 سنة، اكبر من 50 عام. هل توفيت الشخصية في مصر؟ لا 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 لا, لا. حرام عليك، لا. هل الشخصية ظهرت في وقت ابيض واسود؟ انا لا اعلم والله. هل اسم الشخصية من اسماء الانبياء؟ لا. هل الشخصية سمينة الجسم؟ شوية، من الممكن. هل تحترف الشخصية التمثيل الكوميدي؟ طبعا نعم. هل احد ابناء الشخصية مشهور؟ ايوه. هل الشخصية عضو من فرقة شايني؟ لا. هل مثلت الشخصية في مسرحية مدرسة المشاغبين؟ استنوا كده. لا يا جماعة، ده كان عادل امام مش ماجد الكدواني. فلا يا جماعة، عن عادل امام لا. هل الشخصية لديها بنات فقط؟ لا، هو عنده ولد وبنت او ولدين وبنت، يعني حاجة زي كده، بس هو عنده ولد وبنت. هل الشخصية من الاصول المصرية؟ نعم. هل الشخصية التي تفكر بها متوفية؟ لا. هل كانت الشخصية بطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله؟ طيب انت تقولوا لي ازاي انتقلت من سؤال 18 لسؤال 20؟ اسف يا جماعة، في سؤال جه انا قطعته، ما ينفعش ان انا اظهره عشان دي حاجة شخصية يا جماعة. عرفت ازاي؟ هل شاركت الشخصية في فيلم نادي الرجال السري؟ ايوه، لما قال له يا جماعة تقريبا ايه اللي على القميص او ايه اللي على البنطلون، حاجة زي كده، بس نعم. ماجد الكدواني عرف اول ممثل معانا وانا بحبه جدا. شكرا طبعا اسمه ايه ده، للمارد الازرق. وشكرا لو ماجد الكدواني، استاذ ماجد الكدواني اتفرج معانا. بحبه جدا جدا يا جماعه بصراحه، والله بحبه جدا، وعرفه من اول مره. يلا بينا على تاني واحد. انا يا جماعه هو رامز جلال، اللي بيعمل مقالب والغناء. بيغني يا جماعه، بيعمل مقالب وساعات بيعمل افلام، بس كل سنه يا جماعه في رمضان طبعا انتوا عارفين رامز مقالب، وانا بحبه جدا بصراحه يا جماعه والله. ونفسي كل الممثلين يتفرجوا، يعني يتفرجوا على الفيديو ده يا جماعه. طيب، هل الشخصيه تعيش في مصر؟ نعم. هل كانت الشخصيه دور في افلام مشهوره؟ نعم. هل تحترف الشخصيه الغناء؟ نعم. هل اسم الشخصيه من اسماء الانبياء؟ رامز؟ لا، انا لا اعلم. هل تغني للشخصية أغاني رومانسية؟ لا. هل شاركت الشخصية في مسلسل جعفر العمدة؟ لا. هل الشخصية تطلع الرقص؟ لا. هل تغني الشخصية المهرجانات؟ لا. هل الشخصية متزوجة ولديها أولاد؟ نعم. هل ما زالت الشخصية تسجل ألبومات موسيقية؟ لا. هل الشخصية ظهرت في وقت أبيض وأسود؟ لا. هل زوج الشخصية يعمل بنفس مجاله؟ لا. هل الشخصية تغير لون شعرها كثيرا؟ اوبا، بدأ يعرف رامز من السؤال ده. ايوه. هل ظهرت الشخصية في برنامج رامز نيفر انت؟ عرفوا ايوه. هل تمتلك الشخصية سيارة تويوتا رافور؟ انا لا اعلم. رامز جلال عرفوا يا جماعة، اقسم بالله مقدم برامج مقالب. الله عليك يا مارد الازرق. وطبعا لو الاستاذ رامز يعني بيشوفنا، انا بحبك جدا
يلا بينا على الممثل معانا يا جماعة، هو حمادة هلال، اللي طبعا بيمثل في مسلسلات وافلام كتيرة، واخر مسلسل مثله في رمضان هو المداح الجزء الخامس. طبعا يا جماعة انا بحبه جدا والله، بحب الغنى بتاعه على فكرة عشان تكونوا عارفين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نبتدي. الشخصية تعيش بمصر؟ نعم. هل شاركت الشخصية بمسلسلات مصرية؟ نعم. هل الشخصية امرأة؟ لا. هل تحترف الشخصية بالغنى؟ هل اسم الشخصية من اسماء الانبياء؟ حمادة. من الممكن يا جماعة. هل شاركت الشخصية بمسلسل جعفر العمدة؟ لا. هل تغني الشخصية اغاني رومانسية؟ انا لا اعلم. هل الشخصية علاقة بالجن والاشباح؟ اوبا، ده بدأ يعرفوا. ايوه. هل الشخصية لديها اهتمام بقراءة الكتب؟ لا، أنا لا أعلم. هل الشخصية من سألني سؤال كده يا جماعة مش عارفه، ولكن حمادة هلال طلعه بالظبط، هو حمادة هلال يا جماعة، حمادة هلال وعرفه، وطبعا بحبك جدا جدا جدا. يلا بينا نخش على اليوتيوبرز اللي انا طبعا معانا. هو ابو فلة. طبعا مين ما يعرفش ابو فلة؟ ابو فلة ده يعني يا جماعة حاجة كبيرة بصراحة، حاجة كبيرة كمان. طيب يلا بينا نشوف. هل كان دوره في افلام مشهورة؟ لا. هل الشخصية يوتيوبر؟ نعم. هل الشخصية انثى؟ لا. هل الشخصية مشهورة بسبب الالعاب الالكترونية؟ الظاهر لا. هل الشخصية من اصول مصرية؟ لا يا جماعة، هو يمني. هل تعيش الشخصية في السعودية؟ هو لا، هو عايش في الامارات. هل الشخصية من اصل عراقي؟ لا. هل الشخصية متزوجة؟ لا. هل الشخصية ذات بشرة سوداء؟ هو بني يا جماعة، اللي هو بني رايح على الاسود، من الممكن يعني. هل الشخصية تعيش في مصر؟ لا. هل الشخصية من الجزائر؟ لا. هل الشخصية تمتلك سيارة؟ نعم. هل الشخصية بيضاء؟ لا. هل الشخصية تعيش في الكويت؟ لا. هل تعيش الشخصية في امريكا؟ لا. هل الشخصية في دبي؟ ايوه. هل تخطط الشخصية حاجز 10 ملايين متابع على اليوتيوب؟ 10 ملايين من الظاهر لا. هل الشخصية لا استنى يا جماعة، نرجع السؤال ده تاني. هل تخطط الشخصية حاجز 10 ملايين متابع على اليوتيوب؟ من الممكن. هل الشخصية من الأردن؟ لأ. هل تعيش الشخصية مع أختها؟ لأ. هل حصلت الشخصية على درع 10 مليون؟ نعم. هل الشخصية مشهور بالتبرعات الخيرية؟ هو بفضل بيعمل تبرعات خيرية بس أنا مش شايف إنه مشهور بسبب التبرعات الخيرية. هل يتابع الشخصية أكتر من 23 مليون مشترك؟ يا جماعة هو عنده حاجة و40 دلوقتي. نعم. هل الشخصية أسطورية؟ نعم. هل تمتلك الشخصية بلاي ستيشن 2؟ لأ. هل عملت الشخصية كمستشار مالي سياسي في الكويت؟ لأ. هل يقدم برنامج من مليون؟ لأ. هل تقوم الشخصية بإنتاج الأغاني؟ لأ. هل الشخصية أكتر من 22 مليون متابع على اليوتيوب؟ أيوة. عرف ابو فله، والله كمان انا بحسب انه مش هيعرفه. عرف ابو فله، وطبعا انا بحبك جدا يا ابو فله. خلينا دلوقتي نخش على اليوتيوبر جدا جدا. تعالوا بقى نخش على اليوتيوبر اللي انا اصلا بحبه جدا جدا يا جماعه، وهو الجيمنج. يلا بينا يا جماعه نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الشخصيه من اصول مصريه؟ نعم. هل الشخصيه متزوجه لديها اولاد؟ انا لا اعلم بصراحه يا جماعه. هل كان الشخصيه دور في افلام مشهوره؟ لا. ومش هل الشخصيه مشهوره بسبب الالعاب الالكترونيه؟ نعم. هل الشخصيه يلعب ماينكرافت؟ بيلعب ماينكرافت يا جماعه. هل اللون المحبب لدى الشخصيه هو الاخضر؟ عرفوا. ايوه. هل الشخصية من محافظة الشمال الباطنة بسلطنة عمان؟ لا. هل الشخصية تكون ايوه ده فعلا. هل الشخصية من بغداد؟ لا. هل الشخصية اكتر من 5 مليون متابع على اليوتيوب؟ هو عنده كام يا جماعة؟ هو عنده يا جماعة 7 مليون، يعني اكتر من 5 مليون. طبعا بحبك جدا. عنده اكتر من 5 مليون. ايسي تيوب جيمنج جابوا يوتيوبر مصري، هو ده يا جماعة. وتعالوا نخش في اليوتيوبر اللي بعده. انا مش عارف ليه انا حاسس ان اليوتيوب هيعمل لي حاجه من اللي انا بعمله ده، بس ده المارد الازرق. وانا بصراحه يا جماعه بحب اصور فيديو، بحب اشارك معاكم اليوتيوبرز المفضلين اللي انا بحبهم جدا يا جماعه. طيب هنقول دلوقتي يا جماعه عن سولوم. تمام. هو برضه ايسي، ولكن عن سولوم يعني. تمام. هل تعيش الشخصيه في السعوديه؟ لا. هل الشخصيه من الاصول المصريه؟ نعم. هل الشخصيه متزوجه؟ انا لا اعلم. هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ أيوة. هل يلعب الشخصية ماينكرافت؟ أيوة.
هل اللون المحبب لدى الشخصية اللون الأخضر؟ أيوة. صيف محافظة شمال البطنة بسلطنة عمان؟ لأ. هل الشخصية تقول ليلى بلا بيلا يلا يا إيسي؟ لأ، هو سلم يا جماعة. هل رأس الشخصية أصلع سوري يا جماعة، أنا قريتها أصلع جزائريا. لأ. هل الشخصية عبارة عن فأر؟ لأ. هل الشخصية مشهورة بالألعاب المتاهة؟ لأ. هل تلعب شخصية روبلوكس؟ نعم. هل الشخصية تحمل لقب الدكتور؟ لأ. هل تضع الشخصية نظارات؟ لأ. هل تحب الشخصية اللون البنفسجي؟ لأ. هل لدى الشخصية أخت؟ لا يا جماعة، أنا لا أعلم بصراحة. هل الشخصية يرفض إظهار وجهه؟ هل الشخصية أنثى؟ لأ. هل الشخصية من أصل عراقي؟ لأ. هل الشخصية مشهورة بسبب ألعاب ماينكرافت؟ هل ترتدي الشخصية رداء فأر؟ استنى يا جماعة، استنى. مين الممكن؟ هل ترتدي الشخصية رداء فأر؟ لأ. هل الشخصية شعر أسود اللون؟ لأ. هل الشخصية امرأة؟ لأ. هل الشخصية شعر أصفر اللون؟ لأ. هل لون شعر الشخصية أزرق؟ لأ. هل الشخصية تعيش في مصر؟ نعم. هل تعرف الشخصية بلقب بوبو؟ لأ. هل الشخصية تابع حسابها أكتر من 1,000,000؟ نعم. هل الشخصية قناة أخرى للألعاب؟ أيوة. هل الشخصية أكتر من 5,000,000 متابع اليوتيوب؟ استنى يا جماعة، عنده 4,000,000 مشترك. تمام، أنا طبعا بحبها جدا زي ما انت شايف. 4,000,000 أكتر من 5,000,000. لأ. عبده مندو؟ لا، مش عبده مندو خالص يا جماعة، يعني مش هو بجد، بس يعني انا معرفش مين عبده مندو زي ايسي، ولكن هو مش راضي يجيب الشخصية سولم، انما هو عارف ان ايسي هو سولم، يعني شخصية واحدة يا جماعة، فاهمين؟ فانا بصراحة بشكر يعني اللي هيشوف الفيديو ده، بشكرهم جدا جدا جدا. شكرا لكم يا جماعة، وبس كده يا جماعة، نشوفكم الفيديوهات الجاية ان شاء الله من كتب الواي جيمنج، وبس. سلام.